بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة جراند تيريوس 2015. عربية فيها حادث، طبعا العربية مقلوبة، العربية مغيرة السقف، في شغل في القوايم الستة زي ما احنا هنشوف كده مع بعض. السقف بتاع العربية متغير. طبعا الناس اللي بتبيع العربية ما كانوش يعرفوا الكلام ده، لأنها معاهم بقالها سنتين ثلاثة. اتفاجئوا طبعا وهم بيفحصوا العربية إن العربية مغيرة السقف. طبعا عربية كمان مغيرة فرد الشاسيه الأمامية زي ما هنشوفها كده مع بعض. طبعا هنا السقف حوالين العربية بالكامل، الست قوايم مشغولين بالشنطة من الخلف دواخل زي ما احنا شايفين كده مع بعض. ده كله طبعا شغل ومعجون، والسقف متغير. والناحية التانية ناحية اليمين شغل أيضا وقطعية بالسقف. طبعا احنا بنقول يا جماعة اللي بيشتري عربية في حصة، طبعا ان العربية 2015 عربية سعرها غالي جدا. صاحب العربية فاكر او كان شاريها ان هي فابريكا على حد كلامه، لكن ما يعرفش ان الكوارث الكتيرة اللي موجودة في العربية. عشان العربية دي بيقول طب ما انا رخصتها قبل كده. طب ما هو لما يجي يرخص بعد كده ممكن تتحول لجنة فنية، لان طبعا القوانين بتاعه المرور طبعا بتتغير كل شويه زي ما احنا بنشوف كده مع بعض. كل دلوقتي في المرور بيبقى مع قلم وبيشوف العربيه فيها قطعيه ولا ما فيهاش، وتنفع تترخص ولا تتحول لجنه، علشان طبعا ما تلبسش في عربيه حضرتك وبعدين تكلفك كتير جدا. زي ما احنا شايفين كده مع بعض فرد الشاسيه مشغوله زي ما احنا رفعنا العربيه، وهنشوف مكان تغيير الفرد ونشوف الفليتو طبعا اللي راكب في العربية. وللأسف الشديد طبعا احنا قلنا قبل كده ان صاحبها ما كانش يعرف ان هي فيها الكوارث الكتير دي. زي ما انتم شايفين الفليتو بيطلع في ايدينا، شفت موجود معانا. ده شغل ان الفردة نفسها كاملة متغيرة بالكامل. وطبعا العربية دي في الزوايا هتبقى صعبة، وفي التراخيص صعبة، وإعادة البيع يبقى صعب جدا. فحضرتك افحص العربية، ما تقولش انا شاريها من جاري ولا من صاحبي ولا من قريبي ولا من حد معرفة ولا حد ثقة. ما فيش حاجة اسمها ثقة ولا معرفة في الايام دي. زي ما احنا شايفين مع بعض اهو، ده الفليتو بيطلع معانا ومكان تغيير فردة الشاسيه. طبعا احنا مستنيين ارائكم، طبعا اكتبوا لنا في التعليق طبعا عن الشغل اللي موجود معاك. لو اتعرضت لموقف زي كده هتتصرف فيه ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده مع بعض الناحية التانية الفردة متغيرة. وكان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينة نصر.